شوفي إلا ما يجيكش الكروكي بهذا الشكل ولا بهذه الطريقة، تبعي معايا الفيديو للآخر تكتشفي الوصفة. شوفي الكروكي تاعي كيفاش يجي. صراحة جبت لك بواحد الوصفة بزاف بزاف هايلة، بزاف اقتصادية وناجح كيما راكي تشوفي، يعني كروكي تاع الصح. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو بخير، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وتكونوا في صحة جيدة. جبت لكم الوصفة تاع الكروكي كيما راكم تشوفوا، يعني كروكي وعليه الكلام، يجي بزاف بنين خير من تاع المحلات. شوفوا اللي هنايا انا جبت الاناء تاع العجان، راح نخدم اليوم بالعجان. درت 3 حبات تاع البيض يكونوا كبار شويه، ضفت عليهم هنايا 200 غرام تاع السكر. انا الكروكي تاع اليوم جبته مقادير مضبوطه، مقادير مضبوطه اللي راح تنجحي فيه ويخرج لك بنفس الشكل اللي راني حطاته في الفيديو. قلت لكم 200 غرام تاع السكر، 3 حبات تاع البيض، تزيدوا عليها 200 غرام تاع السكر، تطلعوهم مليح حتى يبيض الخليط بهذه الطريقه هذه ويذوب هذاك السكر. ونضيفوا عليهم 250 غرام تاع الزيت، توزنوا بالميزان 250 غرام تاع الزيت. وتبداو تضيفوا في الزيت تاعكم على دفعات، على 3 دفعات، وراكم تخلطوا. تزيدوا هنايا في الفيتاس شويه وراكم تخلطوا. اللي ما عندهاش العجان دير بالباطير عادي ينجح معاها. وشنو العجان ينحي عليكم التعب هذاك. كما قلت لكم ضيفوا الزيت تاعكم على دفعات حتى تكملوا الكميه اللي عندكم اللي هي 250 غرام. شوفوا هذا هو الخليط اللي نتحصل عليه بعد ما ضفت الزيت وكلش. دوكا ندير النواشف. عندي لهنايا الفارينه اللي تكون مغربله واكيد راح نعاود نغربلها معاكم، وعندي 2 باكيات تاع الخميره. نزيد الباكي ثاني ونغربل كلش كيف كيف. نلم الخليط تاعي حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وما تلصقش. دوكا نوريكم القوام تاعها كيفاش يكون. هنايا انا كنت نسيت لافاني، ديروا كميه من لافاني ولا مبشور تاع القارص ولا لافاني تاع ولا ذوق القارص، ولا المهم الذوق اللي حبيتوه، لافاني ولا تاع القارص، هذا ما كان اللي يمشي مع الكروكي. تتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه بهذا الشكل. نخليها بجهه ونجيب لهنايا اناء اللي كنت درت فيه انايا 3 مغارف تاع الكاكاو. كاكاو يكون البني تكون الريحه تاعو مليحه. ونبدا نلم فيه بالعجين نلم فيه بالزيت حتى نتحصل على القوام. دوكا نوريه لكم. ضيفوا الزيت غير بشويه وخلطوا حتى تحصلوا على عجينه تكون شويه سائله تاع الكاكاو. نخليها بجهه ونجيب العجينه تاعي. نجيب كميه من العجين، نجيب غير شويه، هذه اللي راح نحشي بها الكروكي. والعجينه تاعي تاع الكروكي نقسمها على 2 حرابش. ونبدا نخلط هنايا اللون في العجينه تاعي بالكاكاو، يتسمى راح نديرها عجينه بنيه. ونخلطها بهذه الطريقه هذه حتى نتحصل على اللون اللي راني نحوس عليه. نضيفه بالعقل وحتى يندمج الخليط. هنا ما تعجنوش، دلكوا برك كيما نقولوا دخلوها هكذا برك بصبعتيكم حتى تحصلوا على هذه العجينه هذه. دركا انا نجيب الحربوش الاول نديرو بهذه الطريقه كيما الحربوش تاع المقروط، كيف كيف نفتحه في الوسط. والطريقه راهي واضحه في الفيديو. ونجيب الحربوش هذاك الثاني اللي كنت لونته بالكاكاو ونديره في الوسط ونبدا نغلق بهذه الطريقه. ونسقمو مليح بهذه الطريقه، نسقمو مليح ومن بعد مباشره نحطو في السنيوه اللي نكون دهنتها بالزيت. نزيد انا نكمل الحربوش الثاني ومن بعد نخدمهم بيدي بهذه الطريقه، نسطحهم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. ونجيب الكميه هذيك تاع الكاكاو اللي خلطتها مع الزيت اللي بقات لي، هذا ما كان نزيد لها برك شويه تاع الزيت
ماشي بزاف باش تولي لي شويه سائله، شويه برك قطرات هكذا تاع الزيت، وندهن بها الوجه تاع الكروكي. نجيب البانسو هنايا ونبدا ندهن في الحبات تاوعي. والكوشه اكيد تكون سخونه، نطيبو على 180 درجه. الكروكي ما يحبش النار قويه بزاف باش يطيب لداخل. حمروه من تحت وزيدوا حمروه من الفوق. شوفوا نجيب انا الفرشيطه قبل ما ندي نطيبو الفرشيطه، ونبدا ندير له خطوط بهذه الطريقه هذه، ولا تحبوا شويه سكر ولا المهم كيما حبيتو. ومن بعد كيما قلت لكم تدو طيبوه حمروه من تحت وزيدوا شعلوا له من الفوق خلوه يحمر. وهاي لك النتيجه اللي تحصلوا عليها. شوفوا لهنا بعد اللي قسمتو خلوه يبرد شويه ومن بعد قسموه كيف كيف. صراحه تحصلوا على نتيجه بزاف بزاف هايله. وهذا الحربوش يدير لكم تقريبا 26 حبه. الله يبارك، راكم تشوفوا في الحبه شحال كبيره وما تخسروش كاع معاه. الحربوش يجي كامل كيف كيف، ويجوا الحبات مقسومين كامل كيف كيف. هذه هي النتيجه اللي تحصلوا عليها. صراحه النتيجه تاعو بزاف بزاف هايله، يليق مع قهوه حليب. شكون اللي ما يحبش الكروكي؟ الناس كاع تحب الكروكي بالحليب. وشوفوا كيفاش يجي متحوف ويجي كامل على حبه. شوفوا طيب، انا نقسم معكم حبه ونذوقها معكم كيما عودتكم، ونوريكم كيفاش يجي لداخل، وتشوفوه كيفاش يجي يقرمش ويجي هشيش، يجي طايب. يجي بزاف بنين، هايل هايل، الذوق تاعو هايل. وشوفوا كيفاش يجي يقرمش ويجي هشيش. جربوا الوصفه، خلوا لي رايكم في التعليقات، وبقاو على خير. نشوفكم في فيديو واحد اخر.